السلام عليكم. معكم كارس ياسين. في هذه الحلقة بغيت نجاوب على السؤال كيتطرح عند بعض السائقين آلة الرافعة الشوكية، وهو بغيت نحصل على شهادة كاساس، واش نشريها أو نمشي نحضر للدورة التدريبية، حيث أنا كنعرف نسوق الكلارك وما عنديش الوقت باش نمشي للمركز. اسمع، اللي خلاك تقول هكا وهو أنك ما فاهم شنو كتعني شهادة كاساس. ما بغيتش نقول رخصة القيادة، لأن المفهوم ديال رخصة القيادة آلة الرافعة الشوكية ما كيتفهمش لبزاف ديال الناس. فاش كيسمع رخصة القيادة من مركز تكوين كيقول أنا كنعرف نسوق الكلارك، علاش غنمشي ندرب عليه؟ نشري شهادة بلا ما نمشي المركز. اللي خاصك تعرف هو أن مراكز التكوين ما كيعلموش سياقة الكلارك. كيف كتظن مراكز التكوين كيعلموك دروس معايير السلامة واخطار ومخاطر القيادة؟ دير في بالك الا ما حضرتيش للدورة التكوينية انت كتعتبر جاهل في هذه المهنة. تخيل معايا واحد كيسوق سيارة وما عندوش بيرمي، يعني ما نجحش في اختبارات السياقة وما عارفش قوانين التشوير الطرقي. واش نظرك غيبقى عايش لمدة من الزمن هو واللي معاه؟ بكل تأكيد غيعمل حادث مميت، لأنه ببساطة ما عارفش كيفاش يتصرف في مواقف قدامه. كذلك انت بلا الحضور للدورة التكوينية وفهم دروس معايير السلامة كتأدي أولا بحياتك وحياة اللي معاك الخطر، لأنك ببساطة ما عندكش علم بأخطار ومخاطر القيادة. هذا علاش خاصك تحضر للدورة النظرية وكذلك العملية. شهادة كاساس هي ماشي ورقة كيف كيحساب لك وصافي، هي شهادة كتشهد بأنك قادر تقود آلة الرافعة الشوكية بأمان تام، وشهادة لتعليم مستمر في الكاساس، وكتسمح لك أيضا إلى تقليل الحوادث وزيادة الإنتاجية والتأكد من استخدام معدات بشكل صحيح، وكتشمل فهم آليات الآلة ومنع مخاطر الحوادث ومعرفة إجراءات الطوارئ. غيساعدك هذا التدريب على تقليل مخاطر الحوادث المتعلقة باستخدام معدات، مما يمكن أن يقلل من تكاليف التأمين وانقطاع عن العمل. كنت شرحت بالتفصيل شنو كتعني شهادة كاساس في هذه الحلقة، كيفاش كيدوز بيرمي ديال الكلارك. يمكن لك ترجع ليه باش تفهم اكثر. واللي تيقول ما عنديش الوقت للدورة التكوينية، كنقول لك كتعقد كل يوم أحد ولمدة 4 ساعات. واللي عنده أي سؤال يخلي لي في التعليق ولا يتواصل معايا عبر صفحة الفيسبوك. كنتمنى تكون وصلت المعلومة وتكون استفدتي. ما تنساش دعم الفيديو باللايك وتشترك في القناة لما مازال ما اشتركتيش، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.